مساء الخير عليكم او صباح الخير على حسب بقى ما بتشوفوا الفيديو بتاعنا النهارده. ازيكم عاملين ايه؟ انتوا احلى متابعين في الدنيا طبعا. بحبكم جدا، بحبكم في الله. ان شاء الله النهارده الفيديو بتاعنا يعجبكم. طبعا زي ما انتم شايفين بقى كده معانا النهارده حاجه كده كلنا بنحبها وولادنا كمان بيحبوها. معانا رز بلبن. ما شاء الله كان حلو جدا. ومن نص كيلو رز يعني ما شاء الله عملنا كمية كبيرة جدا، وعملنا يعني بصوا بقى حلة كده ما شاء الله وليمة يعني. هتقضيك وتقضي ولادك وتقضي الجيران يعني. بصوا بقى هتاكلي وتفرحوا وتفرحي غيرك وكله تمام يعني. ندخل بقى على طول يعني كده عشان ما اضيعش وقت معاكم. طبعا احنا النهارده مقاديرنا بسيطة جدا. معايا هنا نص كيلو رز. طبعا انتوا عارفين الرز بلبن يعني بيبقى ليه مقدار معين. احنا طبعا هو المفروض الكيلو لبن ليه ربع كيلو رز بالظبط، ما بتزوديش عن اي كده عن كده خالص يعني. هي دي الكميه المظبوطه جدا. معايا. معايا بقى ده نص كيلو رز انا غسلته كويس. وهنا بقى معايا حله على النار فيها ميه سخنه. طبعا انا هنزل بقى بالرز اللي انا غسلاه في الميه على طول كده. هقلبه بقى تقليبه كده وهسيبه بقى على النار. تو ما بيغلي غلوتين كده اهدي عليه النار خالص. وارجع بقى اشوف اللبن اللي معايا. انا معايا هنا 2 لتر لبن. حطهم برضو على النار جنبي، بحيث ان انا بسوي الرز على ناحيه واللبن برضو في الناحيه التانية، على اساس ان انا انجز معايا بسرعه كده ما اضيعش وقت. طبعا بقى اللبن ده بخير وما شاء الله يعني اللبن دسم كده وفيه القشطه بتاعته. معايا بقى الرز هنا بيكمل برضو سواهم، بس انا لسه هسيبه شويه. هو الحبايه بتاعته يعتبر دخلت على سوا. هسيبه بقى لحد ما يشرب الميه بتاعته دي خالص واحس ان هو خلاص استوى تمام كده ماشي. معايا هنا بقى لبن. اللبن ده انا هدوب فيه النشا. معايا النشا برضو، ومعايا فانيليا، ومعايا كوبايه سكر. السكر طبعا حسب الرغبه، انت بتزودي زي ما انت عايزه. ومعايا هنا قشطه. القشطه دي ببقى حاطاها في الفريزر يعني بستخدمها لاي حاجه بقى، بستخدم منها كده ايه، بتنفعني في اي وقت بصراحه. ما بقدرش استغنى عنها في حاجات كتير جدا. معايا بقى اللبن على النار وهنزل بالسكر. طبعا كوبايه السكر دي عشان صغيره هي ما قضتش بصراحه، انا زودت عليها كمان حوالي نص كوبايه. طبعا السكر انت بتحطيه زي ما انت عايزه يعني. انتوا بقى في ناس بتحبه مش مسكر قوي، ناس بتحبه مسكر يعني، على حسب ايه كل واحد ورغبته يعني في موضوع السكر ده. طبعا انا هدوب السكر كويس جدا. نزلت بقى بالفانيليا. الفانيليا بقى بتاعتك سواء سايله او فانيليا ظرف عادي يعني، مفيش مشكله في موضوع الفانيليا. هنديها برضو تقليبه كده كويسه مع اللبن. معايا رز بقى ما شاء الله يعني استوى خلاص كده تمام وتشرب الميه بتاعته بقى تمام قوي كده. الرز بقى طبعا انا هنزل بالرز ده على اللبن على طول مباشر. انا نزلت بقى بالرز كده على اللبن. هقلبه طبعا بقى تقليبه كده مع بعضه يعني. هفضل اقلب فيه لحد ما احس ان هو بقى خلاص ما فيهوش اي تكتلات او اي حاجه يعني، اي رزيه مثلا ماسكه في رزيه تانية، لا هي تبقى كلها مفككه كده مع بعضها. هقلب بقى، انا مش هزهق بقى من التقليب. التقليب اهم حاجه في الرز بلبن ان انت ايدك تبقى فيه على طول وتقلبي فيه دايما كده عشان ما يلسعش منك من تحت. هفضل بقى اقلب فيه على طول كده زي ما انتم شايفين. هو كده ما شاء الله يعني حلو قوي. هو ده المقدار المناسب جدا للرز. هو اللتر لبن بياخد ربع كيلو رز بالظبط. ما نزودش ولا نقلل، ده بيدينا نتيجة في الاخر جميلة جدا ونتيجة ممتازة، وبيبقى المقدار كله مظبوط مع بعض. وفي نفس الوقت ما ننزلش باي مية في الرز يعني، بيبقى لبن صافي كله لبن. معايا هنا انا دوبت النشا في اللبن اللي انا كنت حاجزاه من 2 رتل. كنت حاجزه شويه لبن كده على جنب. دوبت فيهم النشا زي ما انتم شايفين كده. ومعايا بقى هنا القشطه، هاخد معلقتين قشطه برضو. هنزل بيهم على الرز. هنزل بالقشطه بقى هنا على الرز. القشطه طبعا بتاعتنا بتدي الرز طعم حلو جدا. تحس ان هو يعني انت بتاكل قشطه كده، مش بتاكل رز، لا بتاكل قشطه.
هقلبها بقى طبعا تقليبه كده مع بعضها لحد يعني ايه خلاص القشطه. طبعا اللبن عشان سخن القشطه ما بتاخدش وقت، بتدوب على طول وتسيح على طول فيه. هنزل بقى بكوبايه اللبن اللي انا مدوبه فيها النشا. النشا طبعا مقدار النشا بيبقى الكيس الصغير اللي انتوا شفتوه ده يعني حوالي مثلا 3 معالق، 3 معالق كبار نشا، بيبقى على قد مقدار برضو ال2 كيلو لبن. بيبقى قوامه حلو وسمكه خلاص بيبقى حلو قوي، ما بيبقاش لا ناشف ولا طري، يعني ايه بيبقى زي ما انتوا شايفين كده السمك بتاعه جميل جدا ما شاء الله، وبيطلع معاكي زي بتاع المحلات بالظبط، ووشه بيبقى مكرمش وحاجه كده مش عايزه يعني اقولك طبعا. بصي بقى طعمه كان حلو جدا بصراحه وعجب الكل، يعني كان حلو قوي قوي قوي. وطبعا انت بتعملي رز بلبن بحيث ان في اولاد ما بيرضوش يشربوا اللبن مباشر، فانت بتدخليه في الاكلات اللي هي بيبقى فيها لبن بحيث ان هما برضو يستفادوا من قيمه اللبن وكده، وفي نفس الوقت حاجه حلوه وتغيير. ما شاء الله بقى كده خلاص كده النتيجه النهائيه للبن. بصوا بقى دي النتيجه النهائيه للرز بتاعنا. ما شاء الله كان حلو جدا. وبصوا زي ما انتم شايفين كده يعني المقدار بتاعه والسمك بتاعه مناسب، مش عايز لا اكتر ولا اقل. طبعا بقى اهم حاجه يعني احنا مع بعض وعايزين تشجيعه كده حلوه، وطبعا كومنت كده يشجعنا لان الواحد متغيب الفتره اللي فاتت دي، فعايزين حاجه بقى تحمسنا كده زي زمان. وربنا يخليكم احلى عيله واحلى ناس. زي ما انتم شايفين بقى انا هعبي الرز بتاعنا. انا هعبيه الاول في شويه اطباق كده، يعني كام طبق كده هعبي فيه على قدنا. وبعد كده بقى انا عندي علب، علب من اللي هي البلاستيك دي اللي هي بتبقى بتاعه الحلويات، مثلا تحط فيها رز بلبن او اي حلويات بغطا. فانا طبعا هطلع منها زي ما انتم شايفين اهو، هي العلب دي اهي مقدارها بيبقى حلو قوي للرز. فانا طبعا هعبي برضو العلب بحيث ان انا بقى يعني ايه قد جيراني قد حد من اهلي كده يعني، بتنفع بصراحه في الحاجات دي، بحيث ان انت بتدي له علبه خلاص بقى مش موديها في طبق ولا حاجه بقى ولا هاتوا الطبق ولا الكلام ده يعني. فاحنا طبعا ايه بنعبي بقى الكميه كلها اهو. هعبي بقى الكميه في بقيه العلب لحد بقى ما الرز كله خلاص يخلص كده تمام. وما شاء الله ال2 كيلو عملوا معايا كميه كويسه جدا. هعبي بقى الكميه كلها في العلب دي. ما شاء الله زي ما انتم عارفين بقى الرز بلبن ده من الحاجات المميزه جدا اللي الواحد بيحبها، حتى لما بنخرج بره في اي مطعم او في اي او محل كشري او الكلام ده كله، تحسوا ان احنا اساسي الرز بلبن ده لازم نجيب رز بلبن ونحلي بيه، يعني بيبقى ليه طعم تاني خالص. بس انت لما تجربي الطريقه بتاعتي دي في الرز هيعجبك جدا ومش هتشتري رز من بره تاني، لان طبعا انتوا عارفين ان الاسعار بقت غاليه جدا دلوقتي. وعلبه الرز الصغيره بحوالي 7 جنيه، يعني برضو عشان مثلا تبقوا مثلا كام واحد او كده فبرضو مبلغ يعني. فانت ب2 كيلو لبن او بكيلو لبن هتعملي ما شاء الله كميه كويسه جدا، يعني مقدار الكيلو اللبن هيعمل لك حوالي 12 طبق. بصوا بقى يعني دي الكميه ما شاء الله اللي طلعت من ال2 كيلو، كميه حلوه جدا زي ما انتم شايفين كده، ورز ما شاء الله تمام قوي ومظبوط جدا. بص عملت لي حوالي 24 طبق او 23 طبق بالظبط، يعني طبق بعلبه كده يعني الاطباق والعلب حوالي 23 او 24 في الحدود دي. ما شاء الله كانت حلوه جدا وطعمه كان جميل قوي، عجب الكل بصراحه. وفي نفس الوقت حاجه انت عاملاها في البيت وضمناها وضمنه جودتها وضمنه نظافتها. وده بقى هنا الجزء ده احنا حطينا طبعا شويه جوز الهند كده على الوش، يعني ما حطيتش على كله، يعني في كميه حطيت عليها جوز الهند وكميه خليتها ساده، لان طبعا في فريق بيحب ساده وفي فريق بيحب جوز الهند، فما خليتش كله يعني عليه جوز الهند. زي ما انتم شايفين بقى كده، يعني يا رب النهارده الفيديو بتاعنا يكون عجبكم واكون خفيفه عليكم. وطبعا بقى الرز مش قادره اقاومه بصراحه يعني، فانا ما صبرتش يعني لما اخلص فقلت بقى ادوق معاكم كده الرز.
بصراحه يعني مش عايزه اقول لكم طعمه مظبوط جدا، والسكر بتاعه برده مظبوط قوي. مش مسكر، يعني اهم حاجه بقى مش مسكر، ده بيوديكي في حته تانية خالص، يعني ان انت حتى بتعرفي تاكلي منه كتير. مش مسكر ان هو يجزع بقى النفس والكلام ده، لا، سكره ما شاء الله كان مظبوط جدا برده. فيعني مش يعني اتفضلوا معايا بصراحه يعني اتفضلوا معايا رز بلبن، ويا ريت تجربوا الطريقه بتاعتي دي، هيطلع معاكم